السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناتي رنا وخلخال. ان شاء الله هنعمل مع بعض ستايل جديد لسلسلة النضارة، وأول مرة أنزل فيديو عن سلسلة النضارة. إن شاء الله بإذن الله هعملها لكم بطريقة مبسطة وبأدوات أو مكونات كلها بسيطة جدا. يلا نسمي بسم الله ونبتدي. هنستعرض دلوقتي معايا الأدوات النهاردة زي ما احنا عارفين، وعلى طول معايا البرامة ومعايا القصافة ومعايا خرز ألوان، خرز محقون، واحنا عارفين الخرز المحقون وشياكته. اهو خرز المحقون هنا جايباه ألوان مختلفة مش لون موحد. وعندي طبعا الحلقات، وعندي مسامير، مسمار براس، جايبه بتاع 3 مسامير براس كده ممكن استخدمهم بس في الاحتياط. لكن المسامير الاساسيه اللي عندي هي المسامير اللي هي مفتوحه، اللي زي دي بدايره مفتوحه عشان لما اعلق فيها الحلقات. وجلدتين النضاره، جلدتين النضاره اهم. وزي ما قلت لكم السلسله. خلاص هنسمي بسم الله ونبتدي الفيديو بتاعنا ان شاء الله. اول حاجه انا هعملها، هبتدي اجيب كل مسمار زي ده مفتوح كده، وهدخل فيه خرزايه، وهنا هحط الخرز ملون، يعني كل مسمار خرزايه ملونه. بس هعمل السلسله طبعا بتاعت النضاره، عارفين انها طرفين، طرف هعمل صف الالوان اللي هنا هيتناسب مع صف الالوان من الاتجاه التاني. خلاص انا اهو دخلت المسمار اهو، دخلت الخرزه في المسمار، واروح جايه بالبرامه ممكن احط خرزتين، يعني مثلا يعني خرزه بيبي بلو اهي، احط معاها مثلا ايه خرزه اورنج، واروح جايه للمسمار تانية من تحت. خلاص واروح جايه واروح جايباه كده، واروح راجعه بيه تاني، امسكها كويس واروح راجعه بيه تاني، واروح عامله الحلقه اهي. اهي تمام. اصبح كده عندي المسمار فيه خرزتين، ومن الاتجاهين مقفولين بحلقات، عامله لهم حلقتين من الجنبين. خلاص هكررها تاني. هاخد مسمار، هاخد مسمار بحلقه اهو، هحط فيه، انا حطيت هنا بيبي بلو ولون اصفر، ممكن احط مثلا اللون الاصفر ده مع مثلا لون تاني يتناسب معاه. ايه اللي ممكن يمشي مع الاصفر؟ ممكن برضو البيبي بلو، بس انا ممكن اخد اللون التركواز. واحاول الالوانات انسقها بحيث تحسي ان انتي عامله لوحه فنيه، مش عامله سلسله نضاره، لان طبعا دي بتبقى على الوش فبتضفي جمال للوش. اهو اعمل معاكم واحده كمان، نعمل واحده كمان اهو. هاخد مسمار مفتوح، واروح حاطه فيه اللون الاحمر، حاطه اللون الاحمر، ومعاه مثلا لون، مش عايزه احط البينك لكن ممكن احط البيبي بلو برضو. حاسه ان البيبي بلو هيبقى
العامل المشترك بين الالوان اهو، واروح راجعه بالقصافه تاني، واروح قافله عامله حلقه حلوه كده بحيث ابقى انا مطمنه على الخرزايه اهي، واقفل حلوه اهو اهي. هقعد اكرر العمليه دي لغايه ما اخلص الكميه اللي عندي واقول لكم هعمل ايه. هنا بقى خلاص احنا هنا زي ما قلت لكم، بس هوريكم انا عملت ايه. عملت كل خرزتين في مسمار، وفي كل خرزايه مسمار فيه خرزايه واحده، يعني المسمار فيه خرزتين ومسمار فيه خرزايه خلاص، ومسمار فيه خرزتين متشابهين، اللي هو ايه نوعت بحيث اعمل كوكتيل او اعمل شكل مختلف كده لسلسله النضاره. طب هنعمل ايه؟ قدامنا حلين، يا اما اعمل لكم المسامير كده اللي هو كل فتحه ادخلها في الفتحه التانية واقفل عليها وتبقى كده متصله كده، او اربط كل حلقه ب اتنين. خلاص هنشوف هنعمل ايه. عندي الحلقه هفكها بس من اهي، ومعرفاكم ازاي بنفتح الحلقه اهي. اهم حاجه الاحجام تبقى قد بعض اهي، واروح جايبه واحده موف كده، واشوف اللون اللي انا عايزاه التاني وراها ايه. ممكن اخد الاصفر واروح قافله الحلقه، وقافله الحلقه حلو، ولازم تكون الحلقه متينه عشان النضاره ما تقعش اهي. تاني هجيب حلقه بنفس المساحه بتاعه الحلقه دي اهي كده، جبت حلقه تانية هفتحها اهو، واروح مدخلاها في المسمار ده تمام، واروح جايبه واحده مثلا ايه فرديه، ولتكن البيبي بلو دي خلاص، واروح قافلاها اهي. نعمل واحده كمان، نعمل واحده كمان هجيب الحلقه دي واروح فتحها اهو، واروح اعمل شكل تاني اتنين مختلفين. هنا عملت اتنين متشابهين، وواحدة هعمل اتنين مختلفتين. هعمل مثلا خدناش الاحمر، ناخد الاحمر، ناخد واحدة حمراء ومعاها لون تاني اهي، ناخد الاحمر ونروح قافلينها اهي اهي، واقعد استمر كده هوت لغايه ما اخلص اهي. اعمل لكم واحده كمان. هناخد مثلا ناخد الاورنج، ناخد واحده اورنج وواحده بيبي بلو، وواحده اورنج وواحده بيبي بلو، وناخد حلقه ونروح فاتحين الحلقه وحاطين الاورنج فيها اهي اهي. هقعد افضل اكمل كده لغايه ما اوصل لمستوى النضاره اللي انا عاوزاها، او المستوى اللي انا حباه، وهنرجع نقول هنعمل ايه تاني. ده بيرجع لك اهو، وحلقه واربط المسمار اللي فيه الخرزتين، وحلقه وربطتها مسمار، يعني كل مسمار فيه خرزتين ربطهم بحلقه، حطيت بينهم خرزايه واحده جوه المسمار، وبرده ربطتها بالحلقات زي ما انتوا شايفين كده، لغايه ما عملت طول سلسله النضاره
اللي مناسبة ليا. غالبا ده مقاسها 70 سنتي، سلسلة النضارة دي مقاسها 70 سنتي اهي. تمام تمام. هنا زي ما انتم شايفين كده انا ماسكة دي المنتصف بتاع السلسلة ودي الاطراف، وهنا نسقت الخرز، الوان الخرز اللي في الطرف دي هي نفسها الوان الخرز اللي في الطرف ده. وهبتدي دلوقتي اركب جلدة السلسلة. بس عايزة اقول لكم ان انا دلوقتي جاتني فكرة ان انا هركب السلسلة دي هقسمها بالنص كده، وهتبقى القطعة منها عاملة حوالي 7 سنتي او 6 سنتي او 7 سنتي. تمام. هقسمها بالنص اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. فصلت اهي بالنص. القطعة دي قد القطعة دي عشان ما تبقاش سلسلة النضارة ملوحة. وعايزة الفت نظرك، لازم تجيبي سلسلة النضارة سلسلة كده تكون متينة، سواء بقى انت عايزاها عريضة او رفيعة براحتك، بس اهم حاجة دي السلسلة دي ستانلس. اهم حاجة تكون متينة عشان لما تيجي تلبسي النضارة ما تقعش منك. انا هنا هدخل السلسلة دي فين؟ هدخلها في المسمار دوت بحيث تدي شياكة وانت لابسة النضارة. خلاص اهو. انا هفتح السلسلة واروح مدخلة الفتحة بتاعتها جوه المسمار، فتحته في حلقة السلسلة، عايز يتفتح كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي دخلتها في السلسلة دي اهي. وهقفل المسمار هقفل المسمار عليها حلو. واروح قافله المسمار اهو. تأكدي ان المسمار مقفول حلو اهو. اهو تمام. ودي السلسلة اللي هركبها فيه. اركب بس جلدة النضارة، هركب فيها جلدة النضارة عن طريق الحلقة اهي. هاخد الحلقة هفتحها واحط جلدة النضارة واروح حاطة معاها واروح قافلة الجلد. تمام تمام. هعمل ايه بقى؟ طرف السلسلة اهو، ده الطرف، ده طرف. هفتح المسمار واروح مدخلة فيه السلسلة واروح قافلة المسمار عليها واثبته او اتأكد انه قافل حلو على السلسلة، وان المسمار مقفول مش مفتوح، مفيش طرف منه مفتوح.
بحيث السلسلة ما تفكش منك اهي اهي. ودي جلدة النضارة. هعمل الجنب التاني اهو، وده الطرف التاني، وده المسمار هفكه او هفتحه نص فتحة كده اهو، بدخل البرامة جواه واروح فتحاه نص فتحة، واروح مدخلة السلسلة، ادخل طرف السلسلة اهو. دخلت السلسلة اهي جوه المسمار، واروح جاية طرف البرامة واروح مدخلة تانية المسمار. عايزة اقولك على حاجة، وانتي بتشتغلي في سلسلة النضارة ما تخليش المسمار اطرافه باينة عشان السلسلة ما تأثرش على بشرة اي حد يلبسها او ما تخربشوش يعني. اوكي ماشي. اهي انا عايزه بس ايه اظبط المسمار ده عشان طرفه ظاهر اهو اهو. هي بقى كده هي دي النضاره زي ما انت شايفاها، منتهى الشياكه اهي، الوان مختلفه، ودي بترجع لذوقك اهي. السلسله ما شاء الله طولها معقول جدا. هوريها لكم على نضاره اهي. اهي الجلدة التانية اهي اهي. عايزة تقولولي ايه رأيكم، ولو عجبتكم ما تنسونيش من اللايك والكومنتات، ولو ما كنتوش مفعلين زر الجرس بليز علشان يوصل لأكبر عدد، والإشعارات وكل فيديو أنزله يوصل لكم إشعار بيه. ومن فضلكم لو مش مشتركين في القناة اشتركوا، وإلى فيديو آخر إن شاء الله.